ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. اكلمكم النهاردة ان شاء الله بإذن الله عن كام موضوع، 4 مواضيع. اول موضوع معانا موضوع وسام ابو علي وانه هياخد فلوس من النادي الاهلي وهو ماشي. طبعا دي حاجة غريبة، اشرح لكم كل حاجة ان شاء الله في خلال الفيديو. يعني اول موضوع وسام ابو علي هياخد فلوس من النادي الاهلي وهو ماشي. تاني موضوع اقتناع ريبيرو بكريم فؤاد. اقتناع ريبيرو بكريم فؤاد. تالت موضوع موضوع حامد حمدان طبعا والمشكلة مع بتروجيت. حامد حمدان منقطع عن التدريبات مع فريق بتروجيت. الموضوع الرابع معانا وأهم موضوع مشكلة كابتن أحمد شوبير مع خالد الغندور ورد خالد الغندور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هبدأ معاكم بموضوع وسام أبو علي. يعني إزاي وسام أبو علي هياخد فلوس من النادي الأهلي وهو ماشي؟ يا عم ده احنا الأهلي المفروض هيبيعه بفلوس وياخد فلوس معاه. هو لاعب كان عايز يمشي، يعني يوم ما يحصل ويحصل مشاكل يعني الأهلي المفروض ياخد فلوس مش وسام. لا، اسمع بقى كويس. بيقول لك 25 مليون جنيه مكافأة من الأهلي لوسام أبو علي قبل الرحيل للدوري الأمريكي. صرف النادي الأهلي مكافأة قدرها 500 ألف دولار، يعني ما يعادل 25 مليون جنيه مصري، للمهاجم وسام أبو علي نظير مشاركته في كأس العالم للأندية رغم اقتراب رحيله إلى الدوري الأمريكي. وأكد مصدر أن حصوله على مستحقاته تم وفقا للنظام المعمول به في النادي رغم أزمته الأخيرة بسبب رغبته في الرحيل. ده الاهلي يا جماعه بكل اختصار. وليه بنستغرب النادي الاهلي؟ فريق ماشي في وشه وفريق بطولات وفريق بيكسب، مش لمجرد انك عندك جماهير ومش لمجرد انك فريق قوي ومش لمجرد انك معاك احسن لاعبين في العالم تقدر تعمل تاريخ وتقدر تكسب وتقدر تبقى محبوب على مستوى العالم كله من كل الناس. الفكرة هنا يا جماعة إن الحقوق بتاعة اللاعبين، الحقوق بتاعة العاملين الإداريين، أيا يكن في أي مؤسسة عموما مش في نادي بس، طول ما أنت الحقوق دي بترجعها لأصحابها أو الحقوق بتديها كما هي لأصحابها بالظبط، ربنا هيوفقك وهيكرمك في أكتر وقت أنت محتاج توفيق ربنا فيه. يعني ممكن حتى نلاحظها إن ساعات بيبقى النادي الأهلي مستواه وحش جدا ويكسب في ماتشات، ممكن يبقى مستواه وحش جدا يبقى محتاج هدف ويجيبه في الدقيقة 95. دي كلها حاجات يا جماعة بيبقى سببها ان النادي ده سالك وان النادي ده ماشي بما يرضي الله وان النادي ده بيدي حقوق الناس ليها. طبعا كل حاجه فيها الوحش والحلو، انا ما بقولش الناس دي معصومه من الخطا، لكن ده معروف عن النادي الاهلي. ومش موضوع وسام بس، حصلت قبل كده زمان وقبل كده وقبل كده ان النادي الاهلي بيدي اللاعبين حقوقها حتى لو اللاعب مشي وقعد مثلا سنه في فريق تاني او قعد كام شهر في فريق تاني بيكلموه ياخد فلوسه اللي كانت من اخر بطوله شارك فيها مع النادي قبل ما يمشي. تاني موضوع موضوع كريم فؤاد. موضوع كريم فؤاد بقى يا جماعه انا مبسوط جدا من الخبر ده الصراحه. ليه؟ بقول لك ريبيرو مقتنع بكريم فؤاد جدا. هيبقى في منافسه بينه وبين محمد هاني استغفر الله العظيم على مركز الباك اليمين. يعني احنا لازم لما نقول محمد هاني نقول استغفر الله العظيم. طبعا كلامنا كله بننتقد اداء، ما بننتقدش شخصيات يا جماعه عشان ما حدش يفهم غلط. انتقادنا دايما لاداء اللاعب مش لشخصيته ولا لشخصه الكريم، مع كل احترامي وتقديري ليه. انتقادنا دايما لاداء اللاعب داخل الملعب فقط. بس ده اداء يعني احنا بننتقد اللاعب داخل الملعب، وكمان ممكن انتقدك خارج الملعب لو انت تصرفاتك مش محسوبه، لان انت المفروض دلوقتي شخصيه مسؤوله في المجتمع ومتشاف، فلازم تكون تصرفاتك بره محسوبه عليك. فكويس ان ريبيرو مقتنع بكريم فؤاد، وان شاء الله باذن الله يرجع. كريم فؤاد لاعب محترم جدا ولاعب مجتهد جدا، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى اساسي في مركز الباك اليمين. تالت موضوع موضوع حامد حمدان بقى يا جماعه، ده موضوع مهم جدا. ليه؟ لان احنا هنربط بين الموضوع ده وموضوع وسام ابو علي، لان الزملكاويه ماسكينه بيقول لك وسام ابو علي الاهلي ما بيدمره. يا جماعه ما تسيبوه، ما عايز يمشي يا جماعه ما هو حر. وطبعا الاهلي معترض على طريقه وسام وتعنت وسام وسام مثلا يغيب عن الكشف الطبي او يغيب عن المعسكر او يتمرد على النادي. طبعا الاهلي بيعترض على الحاجات دي كلها وفي عقد. تمام. لا، هنا الزملكاويه رايهم في وسام انه ما تسيبوا اللاعب وحرام عليكم واللاعب هيلعب غصب عنه يعني وما اعرفش ايه وكده. طيب نيجي لنفس المقارنه مع حامد حمدان مع الفروقات طبعا يعني. نيجي نفس المقارنه مع حامد حمدان مع بتروجيت، اللاعب منقطع وغايب عن التدريبات علشان خاطر عايز يروح نادي الزمالك. ساعتها هيقول لك هم هيقولوا ايه بقى؟ مش هيقولوا مثلا ان اللاعب ده غلطان ومنقطع عن التدريبات وما اعرفش ايه وكده، لا طبعا.
ده عايز يجي نادي الزمالك، خلاص مفيش مشكله. يبقى اللي بيعمله حامد حمدان ده صح، وكلام جميل وتمام وزي الفل. مفيش مشكله خالص يعني ما دام رايح نادي الزمالك، كلام جميل قوي. لكن حاجه حصلت مثلا في مصلحه النادي الاهلي لا. يعني مثلا موضوع زيزو، وانا افترض موضوع زيزو مثلا. زيزو في اخر وقت مع الزمالك مثلا كان بيعمل ايه؟ كان ممكن ما يروحش، كان والزمالك بيعترض على الكلام ده رغم ان اللاعب كان تقريبا مهدد. الناس تهدده بقى بالقتل في فيديوهات، ناس تدوس على الصوره بتاعته، يتشتم معرفش من مين، يتبعت له رسائل تهديد ايا يكن يعني. ساعتها تزعلوا ان اللاعب ما بيروحش النادي وما بيتمرنش مع اللعيبه ومش عايز يلعب ومنقطع عن التدريبات. طب دلوقتي حمد حمدان اهو منقطع عن التدريبات وغايب عن التدريبات. ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه طبعا. هيدفنوا راسهم في الرمل ويقول لك لا ده هيموت في تراب الزمالك وعاشق تراب الزمالك، وسيبوه بقى يا جدعان. في ايه؟ في إيه يا جدعان؟ حرام عليكم. طب خلاص يبقى انتوا برضو احسبوها زي موضوع زيزو، وعادي انتوا سبتوه بقى وجه الاهلي. رغبه اللاعب زي ما دي برضو رغبه اللاعب. الكيل بمكيالين يعني، دي حاجه عنهم معروفه قوي يعني. كابتن احمد شوبير بيتكلم على قناه النادي الاهلي في برنامج بتاعه حارس الاهلي. بيقول ايه بقى؟ بيقول بصوا كده يا جماعه معايا، طبعا استعرض فيديوهات بعثه النادي الاهلي او معسكر النادي الاهلي. بيقول بصوا كده يا جماعه معايا الفيديوهات اللي جايه من المعسكر. بن شرقي وزيزو ماسكين حمزه عبد الكريم بيعجنوه، والدنيا والعه في اوضه اللبس، وجراديشار بيضرب الشحات والشحات مش طايق نفسه، وامام ساب مصر وسافر بيتخانق معاهم ويرجع تاني، والشناوي بيعجن شوبير، وزيزو اهو قصادكم بيقول باي باي انا راجع مصر تاني خلاص. طيب يعني دلوقتي احمد شوبير بيتريق على الناس اللي بتقول اوضه اللبس مولعه. يعني طبعا الناس دي كلها مأجوره اساسا يعني، ومش لازم نقول مأجوره قوي. الناس كلها طالعه بتاكل عيش من الاخر على قفا النادي الاهلي علشان خاطر يطلعوا في القنوات. هتقول كذا قشطه تمام. انا عايزك تولع الحلقه. يعني مثلا الضيف بيطلع مثلا مع اي مقدم برامج دلوقتي الا من رحم ربي، قبل الحلقه يقول له ولع لي الحلقه، قول اخبار في شنك، اغلط في فلان الفلاني، مالكش دعوه باي حاجه، احنا عايزين نولع الحلقه وخلاص عادي. ومعظم الاخبار دي بتبقى على النادي الاهلي دايما. ليه؟ لان النادي الاهلي الاكثر شعبيه فهيتشاف اكتر البرنامج. ثانيا النادي الاهلي للاسف الاقل ايذاء للناس، يعني الاقل ان هو يرفع قضيه او يأذي حد او يشتكي واحد غلط فيه او شتمه للاسف يعني، رغم ان هو الاقوى. تمام. كابتن احمد شوبير برضو بيقول لك في ناس طلعت تتكلم. يعني واحد طالع يقول لنا، طبعا هو بيتكلم على كابتن خالد الغندور، بلاش كابتن خالد الغندور والله خساره في كابتن خالد الغندور. كابتن احمد شوبير طلع يقول، واحد طلع يقول عرفونا وسام اتباع بكام. احمد شوبير بقى بيقول ايه؟ انت مالك؟ انت مال سعادتك؟ الاهلي اضرب حاله وعارف هو بيعمل ايه، وده اللي مخليه ناجح وواخد 4 افريقيا من اخر 6 بطولات، وده اللي مخليه ناجح في كل الالعاب ومش بيشبع من البطولات، عكس واحد لما فريقه خد بطولتين قال كفايه، مش كل يوم بطوله. لكن الاهلي ما عندوش الكلام ده وما بيشبعش من البطولات، عشان كده هيفضل ناجح. طبعا كلام موجه مباشر لخالد الغندور. هو عنده حق كابتن احمد شوبير، انت مالك فعلا؟ انت مالك؟ لو حتى حد المفروض يسال النادي الاهلي رغم ان هو شأن حر في النادي الاهلي، الاهلي مثلا ممكن يعلن انه جاب صفقه ب 2 جنيه. انت مالك؟ انت مالك كخالد الغندور؟ انت مالك؟ مش قصتك خالص يعني، دي مش قصتك نهائي يعني. خالد الغندور طبعا لازم يرد. ليه؟ انا عايز اظهر، لازم اطلع في الهيفا واتصدر يعني. خالد الغندور بيقول لك ايه بقى؟ حاجه تضحك لما حد يطلع يهاجم اللي بيطالب اي نادي بالاعلان عن ثمن بيع الصفقه زي اي مكان في العالم. وانت مالك برضه؟ ما هو فعلا انت مالك انت؟ يعني مثلا انت امكانياتك ايه او سلطتك ايه تطالب النادي الاهلي انه يعني مثلا خالد الغندور كده المفروض مثلا النادي الاهلي يروح له يقول له صفقه كذا بكذا، صفقه كذا بكذا؟ ليه يعني؟ انت مين؟ انت مين يا ابني؟ المهم بيقول لي بقى خالد بيه الغندور، بيقول لك وخصوصا انها صفقه عليها مشاكل. وعلى فكره كل لعيبه العالم في كل انديه العالم بيعلنوا عن ثمن الصفقه وعن راتب اللاعب. يظهر ان انا قلت شيء من المحرمات. على العموم انا اسف. ايوه بالظبط كده، انت اسف. خليك في حالك احسن عشان خاطر بلاش الكابتن احمد شوبير. يعني اكتر اتنين في الاهلي بلاش، احمد شوبير وسيد عبد الحفيظ. الاتنين دول بلاش، صدقني اي معركه قصادهم خسرانه. لان الناس دي واقفه على ارضيه بغض النظر عن امكانياتهم الجباره ولباقتهم في الحديث والكلام والطريقه. الناس دي واقفه على ارضيه صلبه وفي تاريخ ساندهم وفي نادي تقيل ساندهم. فحتى يعني هو لبق زائد محاور لبق، زائد ان هو كمان واقف على ارضيه صلبه ومعاه كل ادلته ومعاه الورقه الربحانه. فانت متخيل معاه كل وسائل المكسب، يعني معاه كل وسائل المكسب في اي مواجهه، وانت غير مؤهل لاي حاجه خالص. يعني خالد الغندور ده لو معاه حتى التاريخ مش هيعرف برضه يواجه الناس دي، لان هو اصلا مفيش بربع جنيه مهنيه ولا في بربع جنيه اعلام ولا في بربع جنيه محاوره، فمش هيقدر يسلك معاهم عموما يعني. طيب في موضوع كمان نسيت اقول لكم عليه في الاول بدايه الفيديو. كابتن عبد الستار صبري سالوه على موضوع زيزو.
قال لك ايه بقى؟ قال لك زيزو ما غلطش لما راح الاهلي، لانه هينجح جدا في الاهلي. الاهلي ارض خصبه للنجاح غير الزمالك خالص. سيبك من الكلام الفاضي، زيزو معاه بن شرقي وتريزيجيه والشحات وطاهر، اجنحه قادره تهد اي دفاع، معاهم بن رمضان وديانج وامام عاشور. ده مش سكواد عادي. يقعد في الزمالك مع مين؟ الموضوع مش فلوس خالص، بس الناس مغيبه. الكلام ده هتشوفوه الموسم الجاي. مفيش فريق هيصمد امام هذا الطوفان ربع ساعه. انا ماليش دعوه بالسوشيال ميديا خالص، ولا عندي حسابات ولا اي شيء، ولا بعمل حساب لحد. انا بتكلم برؤيه لاعب كوره، ماليش دعوه بالحسابات ولا الانتماءات. الاهلي في كاس العالم لو لعب مباراه كمان كنت شفتوا التفاهم والتجانس بين اللاعبين. الاهلي باشتراكه في كاس العالم عمل احسن فتره اعداد لاي فريق في العالم، وخد فلوس، ما دفعش فلوس. الاهلي طول عمره عنده اداره وجماهير لا يهمها اي لاعب بقدر ما يهمها الفريق ككل، ودي ظاهره مش موجوده الا في جمهور الاهلي فقط. وفعلا عنده حق كابتن عبد الستار صبري، كلام صح جدا وكلام عقلاني جدا. وفعلا زيزو يقعد فين يا جدعان؟ يعني يقعد فين؟ انتوا شايفين النادي الاهلي عامل ازاي؟ حرفيا لو جيت فكرت في الاسماء، لا يقعد فين؟ اقل حاجه، اقل حاجه النادي الاهلي هيحط يا عم، هقول لك هيحط على فرق الدوري يا عم. بس شوف بقى، يعني اقل حاجه بالسكواد ده هيحط على فرق الدوري مرتاح، مرتاح خالص. فيقعد فين يا جدعان؟ يعني هنقول مثلا زيزو مش مع بيراميدز اللي ممكن يسد شويه مع الاهلي، وما اعتقدش كمان هيسد بعد التدعيمات بتاعت النادي الاهلي دي والجوده اللي بقت موجوده في النادي الاهلي. لكن يقعد في الزمالك اللي هو بقى يعتبر الفريق الثالث حاليا في مصر. فزيزو عنده حق فعلا انه يمشي. ومش فكره فلوس بس، لو فلوس كان زيزو راح نادي خليجي يا جدعان، كان راح نادي خليجي وهيدفعوا فيه رقم وقدره، لانه كان هيروح فري حر، فكان هياخد فلوس كتيره لانه ما دفعش فلوس فيه. فالنادي الخليجي ده اقل حاجه كان هيديله مثلا مكافاه توقيع 2 مليون دولار مثلا، غير الراتب بتاعه هيبقى مش اقل من 3 مليون دولار في السنه. فلو عايز فلوس كان راح نادي خليجي. لكن الراجل فلوس مع بطولات، يبقى النادي الاهلي ارض خصبه فعلا للبطولات. يا ريت يا جماعه ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وشكرا انكم سمعتوني. السلام عليكم.